بسم الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم للناس خير محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مبدئيا كده، آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين. اتفضلوا. استكمالا يا سيدي للي خدناه المرة اللي فاتت. ايه اللي خدناه المرة اللي فاتت؟ ما انت ما حضرتش الفيديو اكيد، فانت روح احضر الفيديو اللي فات وبعد كده تعالى كمل معانا عشان ما تحسش ان الموضوع صعب وانك تايه، ولكن الموضوع والله بسيط خالص. بسم الله. شوف ده كله خدناه، انا خلاص انا بعدي في اللي خدناه. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد هنا. ماشي يا سيدي، هناخد مقدمة عن أجهزة الجسم. خدنا بعض المقدمة عن بعض العلوم، عن introduction to human body system. سيبك من الكلام المكتوب ده، احنا طبعا عارفين ان جسم الانسان عامل زي البيت. ماشي، والبيت متكون من حيطان، والحيطة متكونة من الطوب، والطوب مش عارف معمول اسمنت في رملة في ايه في ايه عشان دي شكل الطوبة. اذا الطوبة هي وحدة بناء البيت. الطوبة هي وحدة بناء البيت، يعني الطوبة هي الاساس. الطوبة في هنا اللي هي الأساس عندنا، اللي هي الخلية. الخلية اللي هي سيل. هنا سيلز عشان خلايا، يعني خلايا. أقولك إن الخلايا خلايا هيدوني التيشو اللي هو النسيج. بيفترض إن هو مثلا الحيطة، الطوبة مع الطوبة مع الطوبة مع الطوب هيديني حيطة. طب ماشي، والحيطة ما الحيطة مع الحيطة هتديني أوضة، وأوضة مع أوضة مع أوضة هتديني البيت كله. نفس الكلام، الأساس خلية مع خلية مع خلية تيشو ده اللي هو نسيج. طب سؤال، يلا نشوف مين اللي كان مذاكر. مين العلم اللي بيدرس الأنسجة؟ وخلي بالك، أنا مش هقول اسمه، بس اللي بيدرس الأنسجة وخدنا فيه 2 ميكروسكوبات، لايت إلكتروني، وخدنا صبغة واتكلمنا فيه لما اتكلمنا. مين ده؟ الهيستولوجي، يعني عشان لو حد كان قاله عايز أكد يعني. ولما ما يعرفوش يرجع يشوف الحتة بتاعت الهيستولوجي بس، يعني ما يشوفش الفيديو كله، من هو كله ربع ساعة، بس يشوف الهيستولوجي فقط. المهم، فانا خلاص سيل مع سيل مع سيل، خلايا مع خلايا، تيشو مع تيشو اللي هو نسيج مع نسيج مع نسيج، اورجانز اللي هي اعضاء، عضو مع عضو مع عضو، سيستم اللي هو جهاز. يعني مثلا لو افترضنا ان انا بكون معده مع مش عارف معده ومريء وطحال و هيديني الجهاز الهضمي، الدايجستيف سيستم. بكون مش عارف ايه مع ايه هيديني جهاز، كل فخ سيستم اللي هو النظام. بعد كده يديني معاليك الانسان. ماشي، حلو خالص المقدمه دي ولذيذه، وفي كلام كده مش هتكلم عنه لان عايز ادخل في انا هنا كل الكلام ده احنا عارفينه. طبعا هنا مثلا بيقول لك الاناتومي هو study of the structure of the body parts and their relationships to one another، يعني اللي هو دراسه بني او تركيبه كده. الفكره أنا مش هتكلم في ده كله انا هنا. الحته دي حلوه بس انا مش عايز اتكلم فيها بصراحه، بس هي مكانها مش هنا. هنا بيقول لك ان سيتولوجي وهيستولوجي، ايه الفرق بينهم؟ انا دي هتكلم عنها تاني قدام في مكانها، بس يعني بما انها جاتت خلاص نقولها وقت يعني. هنا سيتولوجي ده بيدرس الخلية، لان انا عندي سيتولوجي بيدرس الخلية، وهيستولوجي بيدرس النسيج، الخلية والنسيج. انا كنت اتكلم عنها لما اجي اشرح الخلايا، كنت اشرح الخلايا والميتوكوندريا والكلام بتاع اولى ثانوي ده، بس بطريقة يعني اعمق شوية او متعمقة. ماشي، وهنا بيوريك اجهزة الجسم كلها، سواء الدوري والتنفسي والعظمي والكلام ده. وده كله مش هتكلم عنه ليه؟ لان هناخدهم واحد واحد. اول واحد عندك اهو اللي هو سيركولاتوري سيستم، الجهاز الدوري. وده انت سمعت عنه اول ما تسمع عنه في حياتك على ما اظن. مش في حياتك، لا انت سمعت عنه في ابتدائي وفي اعدادي وخدت فكره، بس درسته دراسه حلوه مش متعمقه، دراسه حلوه كان في تانية ثانوي. في تانية ثانوي لما خدت تركيب القلب والبطن ايمن واذين وكل الكلام ده والشرايين الاورطه والكلام ده. احنا هنا مش هندرسه، احنا هنا هنتكلم عنه زي ما اتكلمنا عن العلوم، ولكن هاخد فيه المحاضره دي باذن الله لان انا عايز استفيد فيه. مش استفيد، اتكلم فيه حبه حلوين يعني. طب ماشي يا سيدي. بيقول لك ان عندي سيركيولاتوري سيستم، الجهاز الدوري. انا عايز حته فاضيه اكتب فيها كده. انا عندي هنا الجهاز الدوري ثانيه. الجهاز الدوري انا عندي اللي هو بيتكون من قلب واوعيه دمويه. خلاص، حلو خالص. فانا عايز اقول لك حاجه، بس ان القلب انا عندي اللي هو هيرت، ماشي ده بالانجلش، بس انا عندي مقطع القلب او بياخد مقطع كارديو. امسح.
واكتب احسن من كده. يا ربي بسم الله. احنا محسودين، احنا محسودين ان ايه، مش عارف ليه، نفسي اكيد في حاجه. تمام كده. كارديو، باخد المقطع كارديو ده اللي هو ايه، ده اللي هو القلب. ماشي يا سيدي، او بلاش الرسمه دي. وعندنا بعد كده الوعاء الدموي بياخد المقطع، هو حاجه اسمه فيزل او اللي هو فاسكولار بلاد فيزل، اللي هو الوعاء الدموي. ماشي يا سيدي، اللي هو الوعاء الدموي ده بياخد برضو المقطع فاسكولار او المقطع فازو. فالفكره هنا مش في كده، الفكره ان انا لما اجي اتكلم عن الكارديو، يعني على سبيل المثال نشوف كده لنا ايه. بيقولنا في السيركيلاتوري سيستم اسمه، يعني ده اسمه كده سيركيلاتوري سيستم اللي هو الجهاز الدوري، او اسمه يعني هنا، او نكتب هنا او ايه، او كارديو ادي كلمه، فاسكولار ادي كلمه تانية، سيستم. ما شاء الله كلنا عارفين سيستم معناها ايه. سيستم معناها جهاز، كارديو احنا لسه واخدينها قلب. يبقى هو ايه، جهاز القلب والاوعيه الدمويه. الجهاز الدوري هو جهاز القلب والاوعيه الدمويه. قلب اللي هو كارديو، فاسكولار اللي هو الوعي الدموي، وسيستم اللي هو جهاز. طب ماشي، وادي الصورة حلوة خالص كده، القلب وادي الأوعية الدموية طالع منه والكلام ده. باكم الأوعية الدموية، الوعي الدموي اللي هي ممكن شرايين وأوردة والأوعية الدموية اللي طالعة واللي نازلة والكلام ده. هنا سيركوت سيستم كارديو اللي هو هيرت اللي هو قلب، ودي احنا خدنا فكرة عنها. بلاد فيزل اللي هو الوعي الدموي زي ما انت شايف اهو. وبياخد برضو المقطع فاسكولار، المقطع فاسكولار. وبرضو عايزين نتكلم هنا ان الوعاء الدموي بياخد مقطعين، بياخد المقطع فازو، وبياخد المقطع انجيو. ده مين؟ ده اللي هو الوعاء الدموي، ده اللي هو الوعاء الدموي اللي هنفترض ان هو ده الوعاء الدموي يعني. بياخد المقطع سواء المقطع فازو او المقطع انجيو. وبرضه بياخد هنا، احنا قلنا ان المقطع فاسكولير، ماشي، وهو نفسه اسمه بلاد فيزل. فيعني حاول تركز في الاسماء دي كده وتمسكها. هي دي تعتبر شبه اسئله، بس تعالى كده ناخد فكره عنها يعني نقراها قراءه سريعه بحيث عايز اوضح لك منها كام معلومه. بيقول لك هنا الكارديو ذا كارد، استنى نجيب قلم كده كويس. ماشي، هنا ذا ستيم كارديو مينز هيرت. ماشي، الكارديو معناه القلب. بعد كده بيقول لك ذا كارديو فاسكولار سيستم اللي هو جهاز القلب والاوعيه الدمويه includes the blood vessel. يعني ده كأنه سؤال مثلا، فكأنه احنا مخبين مثلا، كأنه احنا مخبين الكلمة دي كده كده كده، انت مش شايفهاش الكلمة دي، فانت بتقرا السؤال ان الكارديو معناها قلب، وذا كارديو ذا كارديو فاسكولار سيستم اللي هو جهاز القلب والاوعية الدموية، ده يضم include يعني يضم the blood vessel اللي هو الوعاء الدموي. and ايه، فانت خلاص and ايه and heart او and cardio اللي هو القلب. فهي المفروض ان دي الاجابه يعني، بس هي محذوفه. يمكن انا بقراهم بسرعه معاك ان هم اصلا، انت المفروض ان الكلام ده انت مع كل كلمتين كده بتوقف الفيديو تكتبهم، تحفظ معنى الكلمات، تحفظهم ان الكلمات هتكتر عليك، خلي بالك. ماشي، انجيو، ثانية انجيو دي انا سمعت عنها، لسه سامع عنها من 5 ثواني. انجيو دي اللي هي معناها، هات هنا عشان ما تضيعش مننا. انجيو دي اللي معناها فازو دي اللي هي فاسكولير اللي هي بلاد فيزل اللي هو الوعاء الدموي. ركز، الصف الليلة حد دي معناها وعاء دموي. فاقول لك هنا ان هنا ايه، اني انجيو اندي فازو فيزل، ده كله احنا عارفينه. الكلمة دي اللي هو ماشي اللي هو معناهم وعاء دموي. الكلمة دي السطر الجاي ده مهم، انجيوجرام. سيبك كده من كلمة انت سمعتها دلوقتي، وتعالى ناخد قاعدة، او مش قاعدة، ناخد كلمة جرام. انا معايا هنا معناها رسم. فلما اقول لك مثلا هنا، هو هنا بيقول لك ايه في السؤال، في الجمله اللي هنشتغل فيها، بيقول لك انجيوجرام. طب بالراحه، انا اصلا انجيو معناها ايه؟ انا عارف انجيو معناها فازو، اللي هي معناها ايه، اللي هو لسه قايل لك فيزل فاسكولار بلاد فيزل اللي هو انجيو معناها وعاء دموي. حلو خالص، احفظ دي، انجيو معناها وعاء دموي. وبعدين جرام انا لسه قايل لك معناها رسم، مفيهاش ايه، المفروض احذف الاي من فوق. انجيوجرام يعني رسم للوعاء الدموي.
رسم للوعاء الدموي. بيقول اللي هو عامل زي اكس راي فيلم للبلد، اللي هو كأنه تصوير للدم وكده. ماشي، ده اللي هو ايه، ده اللي هو الفيزل. بعد كده فيليبو اند فينو ار ستيم، هنا مش عارف ايه، فيليبو اكتومي. الكلام ده احنا لسه مأخدناهوش، بس بالمرة بما احنا وصلنا له فناخده ما يضرش. بص يا سيدي، احنا مشكلتنا هنا في ايه؟ مفيش مشكلة ان شاء الله يعني. احنا اتكلمنا ان عندنا ثانية كده عشان اسند كويس انا بكتب. احنا زي الفل. بسم الله. احنا اتكلمنا يا سيدي، احنا عندنا حاجة اسمها بلاد فيزل. فالبلاد فيزل ده اللي هو الوعاء الدموي. ماشي، ايا كان كتبت ازاي. فهنتكلم عن هنا عن الشريان وعن الوريد. فهنقول هنا ثانية عشان دي كبرت خالص كده، ان انا عندي الشريان معناها artery. هقول لك ان الشريان artery. طبعا الكلام ده المفروض يتحفظ يعني، بس افهم الاول الدنيا، وانا كده هعيد اللفة تاني في الاخر خالص، اخر المحاضرة هعيد كل اللي قلناه. artery اللي هو الشريان، وفين اللي هو وريد. تمام، ده وريد ده شريان، ده وريد ده شريان. فين وريد، ارتري شريان. ماشي. الشريان انا عندي باخد المقطع ارتيريو ده اللي هو ازاي، اللي هو كده. ارتيريو. اذا لما تسمع، طب ليه تاخد مقطع؟ معنا سمعنا فوق ان كلمه بلاد فيزل تاخد كده فاسكولير، تاخد المقطع فازو، تاخد المقطع انجيو، ولما شويه هيرت تاخد المقطع كارديو. فعادي ممكن تلاقي شيء اكتر من شيء واخد اكتر من مقطع. ارتري اللي هي شريان، ارتري اللي هي شريان، ده باخد المقطع ارتيريو يعني دي هي دي. ماشي. فين تاخد المقطع فيليبو. ثانية، لا. ماشي، كبر بس خلاص، شكرا. فين تاخد المقطع فيليبو. ها. تاخد المقطع فيليبو معناها فين. فيليبو اللي هو فين، اللي هو ايه، اللي هو وريد، اللي هو وريد. الدكتور بتاعنا كان يجي يحفظنا، كان يقولنا وليد سليمان يعني، بحيث عن نضحك وكده يعني، بس للأسف ما كانش حد بيضحك. المهم كان وريد، بس كنا حفظناها بصراحة يعني في وقتها. فين اللي هو وريد. خلاص ماشي. تعال نرجع تاني للسؤال كده. احنا خلينا نشرح الكلمتين دول. لما شفنا كلمة احنا كنا في رقم 3. لما شفنا كلمة فيليبو اند فينو، فانت مش هتفهم يعني ايه فيليبو. ففيليبو اللي هي فين اللي هي فيليبو اللي هي وريد. ما كده هنا بيقول لك ايه، احنا هنا بنحاول مش نحل السؤال، نحاول احنا او نشوف الجملة، احنا نحاول ناخد الكلمات بس منها. ماشي. بيقول لك هنا ايه معناهم الفين. ماشي. احنا برضو كلمة فينو يعني فيليبو او فينو، يعني ممكن نكتب هنا ايه تحت، ممكن نكتب فينو او فيليبو معناهم فين. ماشي. زي ما هنا ارتيريو معناها تبع ارتيريا يعني، او ارتيري. هنا بيقول لك فليبوكتومي. بص كده اكتب هنا فليبو، انت عارف ان هي معناها وريد. اكتومي المقطع ده، انا استنى عشان يكون باين كده، هنكتبه احنا المقطع اكتومي ده معناه قطع. فلما تشوف المقطع ده في اي حاجة بتفهم ان ده معناه قطع. فهنا بيقول لك ايه، بيقول لك فليبوكتومي اللي هو فليب اكتومي. فهنا قطع في الوريد. اكتومي قطع. كده احنا خدنا مصطلحات كتير، بس المصطلحات اللي قابلتنا هنا اكتومي معناها قطع، وهنا فوق جرام معناها رسم. هنا كان بيقول لك انجيوجرام
رسم للوعاء. وهنا بيقول لك اكتومي في الابدوكتومي اللي هو اسمه ده اللي هو قطع للوريد. ماشي. برضو اكتومي، يعني اكتومي هنا معناها اللي معناها ريموفال. انا عايزين نكتب احنا المصطلحات دي والله بحيث تاخدها سكرين، بس انا خط هنا مش حلو فما تاخدهاش سكرين، اكتبها انت بنفسك احسن لك. نكتب كده فين؟ نكتب، انا عايز اغير اللون ده بصراحة لان ايه حط الاسود حلو خالص كده. اكتومي تساوي ريموف ريموفال. معناهم ايه؟ معناهم تعالين معناهم قطع. حلو خالص جا، احفظ دي اكتبها عندك يعني. ونبص وبلاد فيزل اللي هو ارتي اللي هو شريان، ياخد مقطع ارتيريو، وعند فين ياخد فيليبو، ياخد فينو اللي هو وريد. تعال نشوف رقم، احنا خلصنا رقم كام؟ خلصنا رقم 3، ندخل في رقم 4. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا ارتيريو معناها لو ارتري قلنا خلاص يعني اللي هي ارتري تاخد ارتيريو اللي هم معاهم شريان. هنا بيقول لك ارتيريو سكليروسيس. الحته دي مهمه خالص خالص. ثانيه بس كده، احنا خدنا كام وقت؟ هنا فين احنا هنا arterial sclerosis. ده مرض اللي هو ايه؟ اللي هو تصلب الشرايين. والمرض ده انت المفروض تحفظه. انا خلاص هنا يعني انا شايف الصفحه دي مهمه خالص والله، الصفحه دي ذات نفسها، وبالذات الصفحتين دول بالذات من اول رقم 1 هنا لحد رقم 5 باذن الله مهمين خالص. يعني احنا شوف طلعنا منهم كام كلمه مهمين خالص والله. فعندنا في arterial sclerosis مالنا بنعمل ايه؟ هنا ده اسمه تصلب الشرايين. تصلب الشرايين نكتبها هنا. وده مرض يعني شائع، على طول بنسمع عنه. خلي بالك يعني الكلمة دي، اسم المرض ده مش أول مرة تسمع عنه في حياتك، لأ سمعت عنه يعني، إن لم يكن لك حد يعني بعد الشر بس سمعت عنه. السؤال ده أو مش السؤال أو الفقرة دي مهمة خالص، يعني فيها كمية كلمات. احنا تعالى نقرأها كده أو نقرأ الكلمات اللي أنا عايز أحدد لك عليها. ده عشان كده أنا عايز أخفف الإيه كده، أخف. ثرومبو means clot of blood. ثرومبو فليبوتايتس. ثرومبو فليبوتايتس او فليبتايتس على طول، فليبتايتس. الكلمه دي مش كلمه، دي 3 كلمات يعني بس. وخلاص احنا عارفين فين وعارفين الكلام ده، وسيبك من دي، هي اللي فوق. تعالى كده نفصصهم كلمه كلمه. بس انا عايز امسح بعد اذنكم، همسح انا. وبعد كده ايه؟ ده المسح ده بياخد وقت اكتر من الشرح، ايه بس ساعه بمسح. معلش. المهم خلاص كده كويس. يلا تمام. الكلمه الاولى ثرومبو. يعني كده نكبر الدنيا برضو عشان نكتب على نظافة. هنا كويس خالص. انا عندي كلمة ثرومبو وعندي كلمة هنا كلوت. الكلمتين دول نفس المعنى، زي المقطعين بتاع ارتيري وارتيري وكده، دول نفس المعنى، فدول معناهم هنا جلطة. جلطة بالظبط كده. طب ماشي. او اللي هو تجمع الدم في مكان معين فبيؤدي لحدوث جلطة. فقصاد مثلا كأن ده الوعاء الدموي، فالدم اتجمع في حتة معينة كده دون عن باقي المكان التجمع، فبرضه قد ممكن يتأثر معاه كالسيوم مثلا وكده، فده اسمه جلطة اللي هو تجمع الدم. ماشي. فاحنا عرفنا ان ثرومبو او كلوت اللي هو معناهم هما الاتنين معناهم جلطة. طب وايه تاني في السطر اللي فوق؟ عايزك تفهم ان كلمة فين احنا
فين اه خلاص احنا فهمنا ان ثرومبو معناها جلطة، وفليبو او فليب اللي هو معناها وريد، وايتس المقطع ايتس دايما لما تحطه ده معناه التهاب. ايتس معناه التهاب بس في اي هنا، ايتس ده معناه التهاب. حلو، فده معناه التهاب. احفظ المقطع ده عشان همسحه دلوقتي. احنا كنا فين؟ بس احنا كنا هنا هنا. فانا هاجي اقول لك ايه ثرومبو لحد هنا بس كده. احنا خلاص خدناها، دي معناها ايه؟ معناها جلطة. فاكر بتساوي كلمة ايه؟ برافو، هي دي صح. طب ماشي، والمقطع فليبو ده اللي هو وريد، ده اللي هو كان اسمه ايه؟ ده كان اسمه فين. انا مسحتها، انا خلاص انا حاليا مسحتها. كان اسمه فين. ماشي. والمقطع ايتس ده اللي المفروض يتحفظ، سيبك من بيه كده لان انا عايز احدد عليه كويس. مقطع ايتس ده معناه التهاب، والمقطع ده لما تحطه في الاخر خالص في اي كلمة التهاب في الحاجة دي، يعني حط له عضو والمقطع ده التهاب في العضو ده. تمام. فانا هنا فليبتايتس او فليبوتايتس اللي هو التهاب الوريد. تمام. فانا ممكن افهم لما افك الكلمة ثرومبو هنا معناها تجمع اللي هو جلطة يعني، وايتس اللي هو التهاب، وفليب اللي هو وريد. فانا كده اكتبها وريد. وبعد كده هنا سايتو، هنا هنا بيتكلم، لا مش عايز احكي في الكلام ده بصراحة، لان هنا انا بتكلم عن ايه؟ سايتو سيل. هنا بتكلم عن الخلية. الخلية دي انا الخلية محاضرة لوحديها. هنتكلم عن الخلية من اولها لاخرها، لو من اول الجدار ثم الغشاء ثم ثم العضويات من الداخل، ثم الميتوكوندريا، الريبوسوم، كل حاجه في الخليه، النواه والدي ان او هتكلم عن الدي ان ايه اللي داخل، هتكلم عن كله باذن الله. وانواع الخليه، سواء انواع الانويه وكده. وده الجهاز التنفسي respiratory system، ده برضه ليه محاضره لوحده باذن الله. بس نفس الفكره هشرح في القفص الصدري اللي انا هشرح فيه لبس اللي هي الضلوع وكده. هشرح لكم باذن الله على جهاز يعني مجسم. المحاضرة دي تعالى نعيد كده اللي خدناه فيها بسرعة. هي محاضرة صغيرة، هما صفحتين خدناهم بالظبط بس مليانين يعني. احنا نبدأ من أول هنا. circulatory system ده اللي هو كان ايه يا ترى؟ ده اللي كان بص الرسمة دي، للأسف الكلام مش واضح كويس. هنا artery اللي هو الشريان، وفين اللي هو الوريد، اللي في النص ده الشعيرات الدموية. تمام. احنا هنا اللي هو الجهاز الدوري. ماشي. circulatory system أو cardiovascular system اللي هو جهاز القلب والأوعية الدموية. كارديو اللي هو هيرت اللي هو قلب. وبعد كده عندنا بلاد فيزل اللي هي فاسكولار اللي هي برضو بتاخد مقطع فازو اللي هي بتاخد مقطع انجيو. دول معناهم ايه؟ معناهم وعاء دموي. اتكلمنا شوية عن كلمة الجرام اللي هي معناها رسم. وهنا طلعنا كام كلمة حلوين يعني بصراحة. بس انا عايز اراجع الحتة اللي كنت كاتبها اللي هي ايه، اللي هي انا عايز مكان بس، اللي هي لما احنا اتكلمنا عن البلاد فيزل اللي هو مثلا اللي هو الانجيو. فاحنا اتكلمنا قلنا ان هي في عندنا حاجة اسمها ارتري وحاجة اسمها فين. فاتكلمنا قلنا ان الارتري دي بتاخد المقطع ارتيريو وفين دي بتاخد المقطع فليبو. فين دي بتاخد المقطع فليبو. وبرضه ممكن فينو. المشكلة ان المكان صغير بس الكلام واضح، انا اصلا بقيت شرح. هنا دي اصلا معناها هنا وريد لما ضحكنا وكده ونوريد سليمان والكلام ده يعني. دي الافادة مش بتاعنا، الافادة بتاع الدكتور بتاعي عشان محدش يظلمني في الافادات الغريبة دي يعني. اتمنى يكونش بيسمعني ولا ايه. المهم هو في حلو بصراحة يعني اكذب بتاع الدكتور. بعد كده عندي انا ارتيريو اللي هو ارتري، ده اللي هو
شريان وادي وريد. طب خلاص ماشي. وانجيو، انجيو اللي ايه، اللي هي فازو، اللي هو ايه، اللي هو الوعاء الدموي. برضو احنا قلنا ان عندنا كلمة عندي كلمة جرام. انا بحاول افتكر، خلاص ده كلام احنا قلناه في المكان اللي فوق. جرام معناها رسم. عندي كلمة ايتس. انا عايز انظم كده الدنيا اكتر. ثانية. عندي كلمة جرام كان معناها رسم. زي مثلا لما قلنا انجيوجرام، انجيوجرام ساعتها خدناها. انجيو معناها اللي هي فازو، اللي هو عدم، وجرام اللي هو رسم. ده اللي هو رسم. عندي المقطع ايتس، ده متحط في الاخر، ده معناه التهاب. عندي ايه تاني احنا؟ عندي قلنا ان المقطع اكتومي يساوي المقطع ريموف، وده كان معناه قطع. مش عارف ايه تاني في نرجع نبص فوق في حاجة نسيناها يعني. كله احنا قلناها. arteriosclerosis اللي هي تصلب الشرايين. فانت هتستغل الكلمات ده كلها ان شاء الله وهتحفظها. محاضرة النهاردة كانت محاضرة حلوة، والمحاضرة الجاية بإذن الله تكون أحسن بكتير، لأن الجهاز التنفسي مش أصعب، بس انت شايف أصلا ده كل حاجة في الجهاز أكبر شوية. خلي بالك، الجهاز التنفسي أكبر وفيه مصطلحات أكتر، فأنت مينفعش متذاكرش الجهاز التنفسي. هذا كله احنا في التنفسي. متذاكرش الجهاز الدوري اللي هو السيكراتوري، وتيجي أداء، فأنت كده بتراكم على نفسك كمية مصطلحات وكمية كلمات، يعني مش مطالب إنك تفهم الحاجة 100%. بس أنا والله بحاول أوضحها 100% يعني، بإذن الله يعني. ربنا يكون هداني لذلك يعني. وبس، وان شاء الله المحاضرة التانية هتكون احسن. بس ذاكر المحاضرتين اللي فاتوا دول. اول محاضرتين نزلتهم انا، اللي كانوا في كشكول. كان في الاغلب تأسيس يعني، دول كان تأسيس، وكان المعلومات بسيطة خالص، والدنيا كانت سهلة خالص. بعد كده دخلنا يعني شباب الليفل. احنا خلاص الكلية اصلا الاسبوع اللي خلاص الاسبوع الجاي، فانا الاسبوع ده هيكون اسبوع مكثف، كل يوم هيكون في كذا محاضرة بإذن الله، عشان اتأخرت بسبب ظروف كده في الاسبوع اللي فات. فدخلنا هنا شرحنا اكتر من شرحنا، تعمقنا شويه لحد ما. كان اول محاضره هنا برضو لما اتكلمنا عن الميكروسكوب وانواع والعلوم كانت سهله. بعد كده اتكلمنا النهارده عن الجهاز الدوري، مش صعبه بس اكبر حبه صغيره منهم. المحاضره الجايه اكبر حبتين ثلاثه منها. فانت ذاكر على الاقل اخر محاضرتين نزلوا، اللي هي المحاضره دي، المحاضره اللي فاتت، اللي هم من التابلت. ان المحاضرتين اللي قبليهم كانوا من الكشكول وبايدي وكده. لا، ذاكر دول من التابلت حتى على الاقل، وابدا معايا. خد اللي فاتك بعدين، احنا مع انه مهمين، بس خدهم معايا يتاخدوا بعدين، مش مهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اشوفكم باذن الله المحاضره الجايه. السلام عليكم.